احد الحاجات يا اسامه، يعني المفاهيم المغلوطه في السيلز هي اقنعني دي. انا جاي من مدرسه لا انا ما بقنعش حد، يعني انا ببين الفاليو اللي عندي. بس انت داخل تبرجن، انت داخل يعني بتنجوشيت، حلو، يبقى لازم اكيد يبقى في اقناع في النصح. مش بقنعك. يعني هي اساليب السيلز للاسف واخده سمعه سيئه عشان اقناع، عشان بوشي، عشان كده العميل بيجيت اوفندد وبينسحب. من اسهل واحلى اساليب السيلز اللي انا بحبها، لا يعني خلي العميل هو اللي يبيع لنفسه. انا هبيع له انا ليه؟ هقنعه انا ليه؟ ازاي؟ بمعنى انا دلوقتي لو انا جيت قلت لك، انت جيت قلت لي السعر غالي، انا متفق معاك ان السعر غالي على فكره، وكتير من اللي انضموا معانا ونجحوا هم كمان كانوا شايفين ان السعر غالي، بس من وجهه نظرك ايه اللي خلاهم ينجحوا؟ مع انهم كانوا برضه شايفين ان السعر غالي وكانت خطوه كبيره عليهم. هيقول لك والله اصل ما عندهم كوميتمنت، اصل هم جربوا ونجحوا، اصل ما اعرفش، اصل كان في مزايا معينه عندي ساعدتهم تنجحوا. فهو هنا اللي بيقول لعقله الباطن ان انا عندي مزايا، مع ان هو بيقول السعر غالي. اوكي، طب بس برضه في مشكله هنا، انت بتقول السعر غالي وفي مزايا كبيره انت قلتها. فهل شايف ان السعر الغالي ده ممكن يكون عائق قدامك انك توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها؟ فهنا بقى على حسب الحاجه اللي هو عايز يوصل لها، ان هو هنا هيقارن ما بين الاثنين. اوكي، هيقارن السعر بالفاليو. لو انت بتبيع حاجه سلعه زيها زي غيرها، هيقارنك بشخص تاني بشخص تالت، هيروح اكيد للسعر الانسب. لكن لو شايف عندك فاليو، شايف مكانه، شايف حاجه هيوصل لها عندك مش عند حد تاني، هنا هيروح للفاليو الاكبر.